الاتفاق على الخلل وتشخيصه ومعالجته مبدأ اتفق عليه المتحاورون في قاهرة المعز التي احتضنت 35 حزبا سودانيا على مدى 7 أيام. توصلت قمة القاهرة إلى اعتماد الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 تعديل 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة أنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد. الورشة ناقصت كثير من القضايا، القضية الدستورية كقضية محورية، القضية بتاعت المهام الفترة الانتقالية، القضايا بتاعت هياكل الحكم الفترة الانتقالية، القضية بتاعت الشباب والمرأة وإسهاماتهم في مجالات الثورة المتجددة، وكذلك قضايا النازحين واللاجئين وكل القوى الموجودة. الأزمة السياسية المشتعلة لأكثر من عام تدخل مرحلة وضوح النوايا تجاه مصير البلاد. تدخلات إقليمية ودولية تتجلى بوضوح في الاتفاق الإطاري التي لخصت تكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، كما اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء من مهنيين كفاءات بجانب الآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية، مع إصدار تشريعات لازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة. توصيات البيان الختامي لورشة القاهرة مقارنة بالاتفاق الإطاري ليس بالاختلاف الكبير في الميقات الزمني للانتخابات وتكوين الحكومة المدنية وخروج المكون العسكري من العملية السياسية، غير أن الملفت كان إصدار المشاركين وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية كجسم جامع لكل الكتل والمكونات المشاركة في الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.